مساء الفل على عيونكم ومساء الجمال. معاكم قناة أكلة وقصة، والنهاردة هنعمل مع بعض كفتة الحاتي. أحلى كفتة وأحلى مشاوي هنعملها في العيد. كل سنة وأنتم طيبين. طبعا العيد بقى لازم نعمل شوية مشاوي كده حلوة وقمر. هخليكي تعملي الكفتة زي محلات المشاوي، سهلة وسريعة ومش تاخد منك وقت خالص، مش هتفك منك وهتستوي معاكي على طول. كمان هنعملها على الفحم، وكمان هقولك على بدايل تقدري تعمليها لو حابة تعمليها في الفرن وتطلع زي المحلات بالظبط وريحتها جميلة جدا. شايفين طعمه جميل؟ تعالوا بس اوريكم قد ايه طراوه الكفته. فاكرين الرقاق الطري اللي احنا عملناه مع بعض؟ تقدروا تعملوا بيه احلى سندوتشات كفته بالسلطه بتاعه المشاوي القمر اللي هنعملها مع بعض في الفيديو ده. حاجه كده سهله وسريعه وجميله جدا. شايفين؟ تعالوا اوريكم متماسكه قد ايه وطريه، واللمعه بتاعتها جميله جدا وخطيره. تقدروا بقى تعملوها، مكوناتها بسيطه جدا والطعم جميل قوي. هحط بقى عليها شويه من السلطه اللي قلت لكم عليها بتاعه المشاوي، على شويه صبع الكفته ده وشويه سلطه طحينه، ولفي السندوتش بقى وكلي احلى سندوتش كفته. يلا بينا على الطريقه ونبدا مع بعض. اول خطوه معانا المقادير بتاعتي. اول حاجه هبتدي بيها، معايا هنا نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود ومعلقه صغيره من الملح، وانا مش عايزه اتبل باكتر من كده، وثلاث بصلات وحزمه من البقدونس وكيلو الا ربع من اللحمه. تقدروا تستخدموا كميه اللحمه اللي انتوا حابينها واي نوع لحمه انتوا حابينه. اول خطوه انا احب ابشر البصل. طبعا ممكن اقولك تستخدمي الكب عادي، ولكن لما هتبشري البصل في المبشره العاديه هتنزل السوائل بتاعتها اللي هي ميه البصل، ودي اللي احنا محتاجين نفصل البصل عن الميه علشان ما يفكش مننا الكفته. ودي خطوه مهمه جدا لنجاح الكفته على الاسياخ بتاعه الفحم، من غير ما تفك منك وتفضل متماسكه والصبع يبقى ماسك وطري وجميل جدا. وطبعا هنحتاج الميه بتاعه البصل دي واحنا بنصبع الكفته. زي ما انتم شايفين كده هبشر الثلاث بصلات بتاعتي وهرجع لكم تاني اوريكم بقى هنعمل ايه بعد كده. هجيب بقى اي مصفى عندي وابدا اصفي كميه البصل اللي انتوا شايفينها دي. انا محتاجه التفل بس. ممكن بقى تعملي ايه بميه البصل دي؟ لو انت هتشوي كباب ممكن تنقعي القطع بتاعه الكباب في ميه البصل وميه طماطم وملح وفلفل اسود وبس كده، وتشويهم مع الكفته. او ممكن تعملي بيهم تتبيله للشاورما لو انت حابه، برضو ميه بصل وميه طماطم وملح وفلفل اسود. ولو حابه تحطي بهار مشكل مفيش اي مشكله، او بهارات الشاورما. زي ما انتم شايفين كده بصفيها في المصفى بطريقه سهله وبسيطه، وبركن بقى ايه الميه البصل دي، وهنستخدم التفل معانا. هنا بقى نستخدم الكبه بتاعتنا. هنبدا بقى نحط قطع اللحمه بتاعتنا. هحط اللحمه واحط البقدونس واحط البصل وابدا اضربهم مع بعض. طب افرض انت ما عندكيش كبه، هتعملي ايه؟ عارفين بقى مخرطة الملوخية اللي عندنا في كل بيت؟ هتجيبيها وتبدأي تحطي اللحمة مع البقدونس مع البصل على بعض، وتبدأي تخرطيهم مع بعض، بيطلعوا أحلى وأطعم بكتير من الكبة. وبتطلع كل المكونات داخلة مع بعضها ومتسمغة. احنا ليه بقى بنعمل الخطوة بتاعة الكبة دي أو حتى الخطوة بتاعة المخرطة؟ عشان عايزة قطعة اللحمة تبقى متسمغة كده ومتماسكة وكلها متجانسة مع بعضها، عشان لما تيجي تصبعيها على الأسياغ بتاعة الخشب اللي احنا هنحطها على الفحم تكون متماسكة كده وتمسك في بعضها وتقفش، وأول ما تشغلي عليها النار تمسك جامد وتقفش. وبرده لو دخلتيها الفرن هتقفش معاكي وهتبقى حلوة وجميلة وزي الفل. زي ما انتم شايفين كده هبدأ أضربها ضربة واتنين تلاتة لحد ما تنعم معايا. وقلت لكم برضو ان الطريقة بتاعت المخرطة هتبقى اسهل واطعم بكتير. كمان بتخلي المكونات متجانسة وجميلة جدا، وده تاني سر من أسرار نجاح الكفتة، إن احنا نسمغ المكونات مع بعضها وتبقى متجانسة مع بعضها. لو لاحظتوا أنا لسه ما بهرتش خالص. شايفين؟ هو ده اللي أنا بتكلم عنه، بتطلع قطعة واحدة كده متماسكة، والبقدونس والبصل بيخشوا مع اللحمة وأنسجة اللحمة كلها بتبقى قطعة واحدة. هو ده اللي احنا محتاجينه. يبقى احنا قلنا اول سر ان احنا ايه، نفصل ميه البصل عن البصل وناخد بس التفل. وتاني سر ان احنا نضربها كويس قوي في الكبه او نخرطها بمخرطه الملوخيه عشان تبقى متجانسه. هنبدا بقى نبهرها. معايا هنا نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود ومعلقه صغيره من الملح. والمكون اللي هيخليها هشاشه وجميله وطريه وتنفش معاكي وما تبقاش مكتومه، هي معلقه صغيره من البيكنج باودر، وممكن تستغني عنها وتستبدليها بمعلقه صغيره من الكربوناتو او بيكربونات الصوديوم. الاتنين بيدوا نفس النتيجة، يا دوبك عجينة عجنة بسيطة. انا مش محتاجة ابهر اللحمة. انا بحب مدرسة الحاجة اللي مش متبهرة جامد.
علشان طعم اللحمة يبان معاكِ. هنعمل بقى مع بعض عقبال ما ندخّل اللحمة دي تدّي طبعًا إحنا شمّعناها، هندخّلها التلاجة قبل ما نشتغل بيها حوالي نُص ساعة لساعة، تدّي من طعم البهارات. هنجهّز بقى عقبال لمّا نطلّعها، هنجهّز السلطة بتاعة المشاوي. سلطة سهلة وسريعة جدًا، معايا بصلتين مقطّعاهم كده البصل جوليان أو شرايح رفيّعة، وهابدأ أحُط عليهم نُص معلقة صغيّرة من الملح، هادعك الملح كويس أوي في البصل وأسيبه لمدة 10 دقايق. بعد كده بقى هانزل عليه بنُص معلقة صغيّرة من السُمّاق، و هاحُط عليهم نُص حزمة بقدونس، ولو حابين تزوّدوا الكمية زي ما أنتم عايزين، وهاقلّبهم كويس أوي وبس كده. السلطة دي مهمة أوي تجهّزيها قبل ما تفرشي سُفرتِك كده بساعة أو ساعتين، كل ما تقعد في التتبيلة مع بعضها كل ما يكون أفضل وأحلى بكتير. شايفين شكلها حلو إزاي؟ تحسّوا كده إن اللون البصل الموف كده مع اللون الأخضر شكله حلو ويفتح النِفس وجميلة جدًا، جرّبوها على ضمانتي هتعجبكم أوي جنب المشاوي. في سلطة تانية كمان عايزة أقول لكم عليها، سلطة الخضار المشوي. بنجيب كل أنواع الخضار المشوي وبنشويه على الفحم، وبعد كده بنضربه في الكبة مع ليمونة مخللة وشوية زيت زيتون وملح، وبيطلع طعمها خطير برضه. اكتبوا لي تحت في التعليقات لو حابين أعمل لكم السلطة دي. أنا هنا كنت مجهزة الأسياخ الخشب بتاعتي، حطاها في مَيّة قبلها بنُص ساعة، وبافضل أقلّبها من فوق لتحت ومن تحت لفوق عشان تبقى متغلغلة في المَيّة. ليه الخطوة دي بنعملها؟ علشان الأسياخ الخشب دي لمّا نحطها على الفحم ما تتحرقش معانا بسهولة. هاجيب بقى مَيّة البصل اللي إحنا ركناها على جنب، وأبدأ أصبّع الكفتة زي ما أنتم شايفين كده، وبابِل إيدي في مَيّة البصل يا دوبك بس بَلّة بسيطة. إحنا مش عايزينها تغرق في المَيّة بتاعة البصل علشان ما تفُكِّش معانا. زي ما أنتم شايفين كده هي متماسكة وجميلة جدًا ومسمّغة معايا حلو أوي. أول ما بتيجي تفرشيها على العصاية الخشب هتلاقيها مسكت معاكِ